كل شيء. هذه نقطة من بحر رحمته بغير المسلمين، رحمات متتاليات. عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي عن قتل النساء والصبيان. قال: لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تحرقوا شجرا، ولا تردموا بئرا. أما الآن قتل وتشريد وانتهاك للأعراض بلا رحمة، وحشية يتضاءل بجوارها الخيال. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن بن علي، فقال له: أتحبه يا رسول الله؟ فقال له: نعم. فقال له: إن لي 10 من الأولاد، إن لي 10 من الأولاد، ما قبلت واحدا منهم قط. يقول رسول الله: إن لي 10 من الأولاد، ما قبلت واحدا منهم قط. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل لك وأن الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وأما عن رحمته بالأطفال حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فكان الصبي يتبول في حجره فتنزعج أمه، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيه دعيه يطهره الماء. وكان يحمل الصبية ويصلي بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الحسن والحسين يتعثران في الصفوف وهو يخطب، فينزل من على المنبر وهو يخطب، فينزل من على المنبر ويأخذهما ويصعد ثم يكمل خطبته. وكان هناك في يوم العيد